بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفراخ النهارده عمرها 23 يوم، زي ما اتفقت معاكم هننزل الفراخ بتاعتنا يوم بيوم. امبارح كان اليوم ال 22 نزلنا اول جرعه من تالت تحصينه اللي هي ضد الكوكسيديا. النهارده تاني جرعه. هبدأ معاكم بالميزان على طول يا بنات، عشان قلت لكم انا عايزه اغير العلف. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الاوزان يعني حاجه كده تفرح القلب. الفراخ بتاعتنا كلها عدت الكيلو وكام جرام، عدت 3 فرخات الفرز التاني او التالت اللي عرفناهم من اول يوم. فالميزان ده على عمر ال 23 ممتاز جدا جدا. طبعا فرق الاوزان اللي موجود كمان في عدى الكيلو ونص. يعني دي كيلو 500 جرام، كيلو 500 وحاجة و40 جرام كمان. طبعا انا بوزن على الميزان الصغير فالفراخ بتتحرك. وفرق الاوزان ده بيكون في الفرق بين الديك والبربرة زي ما اتفقنا، مش تفاوت في الاوزان. اهو هنا برضو كيلو 500 وحاجة و60 جرام، يعني المهم ان هو معدي الكيلو 500. الجرامات اللي بعد ال 500 بتتحرك كده يا بنات. ان شاء الله اللهم بارك. الفراخ مع الاهتمام، نظافة الفرشة، التهوية، التدفئة طالعة زي الفل. ده الفرز التاني يا بنات او التالت، وفيهم يعني واحد 800 جرام وواحد 900 جرام، والتالت اقل من كده، اللي هو الفرخ اللي انا كنت بقول عليه معوق من اول الدورة. وسبحان الله انا كنت عايزة اطلعه من اول يوم يموت لوحده، بس قلت حرام ادينا هخليه مع الفراخ وخلاص. ده ما شاء الله اللهم بارك. كيلو برضو 500 جرام، كيلو 500 جرام، كيلو 550 جرام او 40. يعني الجرامات اللي بعد ال 500 كمان مش ثابتة. شايفين الفرق بين الفرز الاول يا بنات، الفرخ السوبر النضيف، والفرز التاني؟ يعني فرق شاسع. فانت لو انت منضفه للفراخ وتهويه تمام ونظافه تمام، ماشيه بالاعشاب والخلطات اللي بننزلها، والفراخ ما جابتش معاك الاوزان دي، فانت تعرفي ان الفراخ بتاعتك على طول فرز تاني. الدوره الجايه ان شاء الله تغيري المكان اللي انت بتجيبي منه الفراخ. طبعا انا المفروض كنت اغير العلفه بتاعتي من الوسط للخشن من اول ما الفراخ بتاعتي تجيب كيلو، بس انا اخرت عشان ال3 فرخات الفرز التاني لسه صغيرين خالص، او الفرز التالت. فان شاء الله من بكره انا زي ما قلت لكم من الفيديو اللي فات، بنزل بالعلف بدون اي اضافات. ده كمان من الفراخ الفرز يا بنات 900 جرام، لكن باقي الفراخ كلها ما شاء الله عدت الكيلو جرام، وفي عدى الكيلو ونص كمان. فما شاء الله اللهم بارك، الاوزان دي ممتازه جدا جدا. ربنا يبارك ويحسن ما بين ايدينا جميعا. ان شاء الله من بكره هغير العلف. بقالي يومين بنزل بالعلف بدون اي اضافات، بس الجرعه بتاع الكوكسيديا بدون اي اضافات، لا على علف ولا على ميه. اللي هحطها الوقت دي اخر جرعه من التحصينه. ان شاء الله بعدها هنزل بمضاد سموم، هبيتهم على مضاد السموم ليله كامله، وتاني يوم هضيف سقايه مضاد سموم، وبعد كده هبدأ اغير العلف. اهتموا بالتحصينات يا بنات عشان ما يبقاش فيه مشاكل للدورة بتاعتك. اتكلمنا عن التحصينة باستفاضة الفيديو اللي هو يوم 22 واحنا بنحط التحصينة، وكمان يوم 12 و13. الكوكسيديا مرض طفيلي بيصيب امعاء الفرخ، بيسبب اسهال وضعف نمو وفقدان شهية، وفي حالات كتير بيبقى فين فوق لو ما اتلحقتش بدري. وعشان كده التحصين مش رفاهية، التحصينة حماية. التحصينة بتعزز المناعة، والفراخ بيبقى قوي في مواجهة اي اصابة. ولا ينفع نأخر التحصينات، ولا ينفع نحطها عشوائي كده. وكمان ما ينفعش احط معاها اي ادوية تقتل الطفيلي في نفس اليوم. والتحصينة ما ينفعش يبقى معاها الفرشة مبلولة، فرشة مش نظيفة، او مية فيها اي مطهرات، وكل ده بيضيع مفعول التحصينة بتاعتنا. حبيبتي اللي سألت وقالت ان فراخها عمرها 17 يوم عندها اسهال اخضر ماسك وسايل، وحطت فلاجيل وما جابش نتيجة. ركزي معايا بقى يا ست الكل، انا قلتلك هرد عليكي في الفيديو اللي بعده. مش اي اسهال اخضر بيبقى كوكسيديا، والفلاجيل مش دايما بيجيب نتيجة، لان المشكلة ممكن تكون مشكلة هضمية، او برد معوي، تغيير علف، او عدوى بكتيرية، او بداية كوكسيديا مش نشطة. عشان كده العلاج العشوائي غلط. والاهم بقى قبل العلاج نشوف العلف، حرارة الجو، التهوية، نشوف استهلاك المية، ولو الاسهال مستمر ومفيش تحسن يبقى لازم تشخيص صح. قلتلك على الوصفة بتاعت التوم والليمون، اضربيهم مع لتر من المية واستبدلي السقوة. يعني
فصين توم كده مع حباية ليمون ويتصفوا. العلف ممنوع تضيفي عليه اي اضافات، سواء بقى عسل، طحينة، كل الاضافات دي ممنوعة لمدة 3 ايام لحد ما الاسهال يخف. استعملي التوم والليمون، وممكن تضيفي مع اللتر المية ربع كوباية من الخل مدة 3 ايام متواصلين. الاكل لازم يبقى ناشف، لان برضو الاسهال بيجي من كتر السموم يا بنات. ودايما زي ما بقول لكم العلف يكون ناشف، العلف الرطب بيكتر السموم في الفرخ، وده بيعمل نفوق او موت مفاجئ، وكمان بيعمل اسهالات. فاحنا بنسمع فيديوهات بيضيفوا خلطات، بس بتبقى يعني كمية فراخ 50 فرخ 100 فرخ. فاحنا لو بنعمل وصفة ل10 فرخات ما ينفعش نضيف نفس الكمية، ركزي في النقطة دي. طيب لو الإسهال الأخضر مع خمول شديد ونفوق اللي هو الموت المفاجئ أو فقدان شهية، لون أخضر غامق جدا ومستمر أكتر من 3 أيام، ساعتها غالبا بيكون محتاج مضاد بكتيري، مش مضاد أميبيا، لأن الفلاجين مضاد أميبيا. وفي الحالة دي الأعشاب مش هتنفع معاكي، لازم تروح لدكتور بيطري. مش أي حد واقف في صيدلية بيطرية بيبقى دكتور، وتشخصي له الحالة بالظبط، او تشرحي له الحالة اللي عند الفراخ بالظبط، يديكي لها العلاج المناسب. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. لو في عندكم اي سؤال سيبهولي في التعليقات، لو معرفتش ارد عليكم في التعليقات باستفاضة او حسيت ان السؤال محتاج كلام كتير فبرد في تاني فيديو. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. اهتموا بالفراخ، الفراخ تربيتها سهلة جدا، بس محتاجة عناية، محتاجة نظافة، تهوية، تدفئة، تاخدي دورة ممتازة بدون نافق. اهتموا بالتحصينات، الوقاية خير من العلاج. تحصينات مع النظافة والتهوية والتدفئة والأعشاب اللي بنضيفها للأكل وللمية بتديكي أوزان ممتازة. فراخ ما شاء الله مفيش إسهالات. لون الفرخ وردي كده، مفيش زرقان، مفيش انتفاخ اللي هي المية الصفرة، مفيش عطسة ولا كشة ولا صوت الضفدع. ال3 فرخات الفرز التالت بس اللي موجودين، زي ما بقول لكم في كل فيديو، اللي حصل معاهم كل الأعراض دي، ولكن مع الأعشاب اللي بنضيفها في وقتها المعين فالحمد لله مش الفرخ بيسحب علف عادي، وكمان ماشي في التحويل، بس مش بنفس معدل الفرخ السوبر. طبعا ال3 فرخات دول هيعطلوا لي الدورة يومين 3، بس مش مشكلة، الحمد لله اني جيت على قد كده وهتعدي بخير. يعني انا المفروض كنت اكون مغيرة العلف من النهاردة او من امبارح، بس هأجله يوم عشان يعني الفرخ ال900 ده يوصل كيلو، وال800 يبقى كيلو الا جرامات. وقتها هغير العلف بتاعي، وانا مش هنهي الدورة على علف وسط خشن يا بنات، تركيز 21%، مش العلف الخشن. إيه جربوا يعني في ناس كتير بتجيب العلف الخشن للفراخ من عمر 22 وال23 وال25. انا بطلع الدورة لاخر يوم على العلف الوسط الخشن. يعني انا جبت الوسط بعد عمر ال15 يوم. إيه كلوا من الوسط حوالي 6 ايام، والنهارده السابع، وبكره ان شاء الله هغير لهم من العلف الوسط الخشن. هو نفس الخشن يا بنات، بس اقل منه حاجه بسيطه. ده بنهي بيه الدوره، وجايباه تركيز 21 مش 19. زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي قبل كده، ما تستخسريش في الفراخ، كل حاجه بقت غاليه، الرز بقى غالي والعيش والذره وكل حاجه. فانت عشان تاخدي اوزان ممتازه ودوره قريبه بدون نافق وسريعه، استعملي علف، استعملي علف صافي لحد ما تطلعي الدورة عليه. طب انت عايزة تضيفي اضافات، وفي ناس بتطلع الفراخ على عيش بس وذرة بس والخلطات بتاعة البيت، في ناس بتعمل كده على فكرة، بس الدورة بتقعد عندهم بال50 يوم. فده مع غلو الاسعار اللي احنا فيه بتاع الرز والعيش وكل حاجة، بيتهيألي انت كده بتخسري مش بتوفري. واللي له رأي تاني برضو يقولي في التعليقات، احنا كلنا بنستفاد من بعض، بس ده رأيي الشخصي. مجرد ما تشوفي اي اسهالات او اي نوع اسهال، اسهال ابيض، اسهال اخضر، اسهال بني، اي نوع اسهال، وقفي كل الوصفات، ما تضيفيش اي خلطات على العلف، حطي يا ستي ميه وعلفه بس لحد ما الاسهال يختفي خالص. انا بستعمل طحينه بعد عمر ال20 يوم، بستعمل عسل من اول يوم تقريبا. الحاجات دي كلها زي ما لها فوائد لها اضرار، والاضرار بتاعتها اسهالات بجميع انواعها. فانا بستعمل كميات بسيطة، وكمان اساسي معايا على الخلطات بتاعتي النشا والرز المطحون. فما شاء الله ما فيش اسهال، الفراخ زي الفل كده زي ما انتم شايفين.
حسيت ان في يعني حاجة بسيطة كده او فرخ عنده اسهال او اي حاجة، بوقف عسل فورا، بوقف طحينة، ببدأ اضيف الوصفات اللي نزلتها لكم للاسهال. كذا وصفة منزلينها مع بعض للاسهال. الريفو يا بنات، الريفو كمان ممتاز جدا جدا للفراخ البيضاء ان شاء الله. انا نزلته معاكم في وصفة قبل كده، بداية اي اسهال وهو لسه في المرحلة الاولى كده. ضيفي حبايتين ريفو على اللتر المية مع شوية شاي مغليين او شاي بالنعناع، ممتازة ممتازة جدا. الريفو بيعالج الاسهال الاخضر كمان لو الفراخ عندهم نزلات برد او كشة او عندهم خمول او مفيش استقبال على الاكل، نافشين ريشهم كده، شكل الفرخة اساسا بيكون باين. فالريفو بيعالج المشاكل دي كلها. كمان ليه فوائد جميلة جدا في زيادة الوزن، وكمان بيمنع النفوق والموت المفاجئ خصوصا في الاعمار الكبيرة. كده قلتلك وصفتين لعلاج الاسهال الاخضر، اللي هتستعملي اي وصف فيهم سواء الثوم والليمون والخل او الريفو والشاي، وممكن تضيفي معاهم الخل. بس اللي اهم من كل ده الفرشة نظيفة، تهوية، تدفئة، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وانتظروني في فيديو تغيير العلف ووصفة قوية جدا جدا للتسمين. ان شاء الله نوصل لاوزان 2 كيلو قبل عمر ال30 يوم بامر الله. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك وشاركوا القناة مع حبايبكم واصحابكم عشان عيلتنا تكبر بيكم وبدعمكم. وصلوا على النبي كتير في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.